المصادر تعملوا باللايك والاشتراكات، واهلا بيكم في قناتنا ايه انتبه تي في. النهارده الفيديو المنتظر وهو مشتريات المدرسه. الفيديو ده يا جماعه انتوا طلبتوه مننا كتير جدا، احنا كنا بس بنجمع الحاجات ومتحمسين جدا عشان نوريكم الحاجات بتاعت السنه دي. النهارده هنفرجكم المشتريات اللي احنا جبناها للمدرسه وللثانويه العامه كمان، بما ان ايه مش رايحه المدرسه وجبنا لها حاجات علشان الثانويه العامه وكده، وهنكتب لكم اسعار كل حاجه على الفيديو. اولا المشتريات دي كلها من الفجاله، الفجاله احسن بكتير من المكاتب اللي جنبنا، لان هي حرفيا كل المكاتب بتجيب من الفجاله، فانتوا رايحين لتنوع كبير جدا عشان نجيب الحاجات كلها مره واحده. حابين اقول لكم كل سنه وانتم طيبين وعام دراسه سعيده علينا ان شاء الله، وبدايه موفقه لينا كلنا باذن الله. طالما عملنا فيديو مشتريات المدرسه يبقى احنا كده بدانا سلسله العوده للدراسه اللي انتوا بتحبوا فيديوهاتها جدا، وانا كمان الصراحه بستمتع جدا انا وايه واحنا بنعملها، فترقبوا ان شاء الله فيديوهات عن المدرسه بقى والدراسه والاجواء اللي احنا بنحبها دي. ممكن انت تبتدي ايه بما ان انت مشترياتك يعني ممكن تكون نادره يا عيني شويه. مبدئيا انا عايزه اقول حاجه مهمه، انا داخله ثالثه ثانوي اللي هي المفروض توجيهي او توجيهي يعني على حسب ما بتسموا، اللي هي اخر سنه في المدرسه. فانا حاسه ان انا من يومين بالظبط كنت بعمل لكم بتاع ثالثه اعدادي ان انا مش رايحه المدرسه، ودلوقتي انا في ثالثه ثانوي فمش رايحه المدرسه، فبجد السنين بتعدي بسرعه يعني بسم الله ما شاء الله. عايزين نبدا لك بايه بالظبط؟ احنا عايزين نبدا بالمهم، نبدا بشنط المدرسه الاول. دي شنطه صاصه اللي احنا جبناها له علشان المدرسه. مبدئيا انا ما جبتش شنطه مدرسه وكلنا عارفين ليه، عشان انا مش هروح المدرسه، والناس اللي مش عارفه احنا عندنا الشهادات في مصر ثالثه اعدادي وثالثه ثانوي مش بيروحوا المدرسه، بيقضوا السنه كلها في البيت وبيروحوا على الامتحانات بس، اوكي؟ عشان بس ايه انا جايبه حاجات اكتر للبيت. دلوقتي دي شنطه مصطفى احنا جبناها له لونها كده اسود وتكون ساده، طبعا صاصه داخل اولى اعدادي يا جماعه، يعني داخل مرحله جديده مدرسه جديده، فعلشان كده بقى لازم الشنطه تكون هاديه كده وعسوله واموره. واولى اعدادي ده اللي هو الصف السابع يعني، عشان لو حد من بره مصر. الشنطه دي اكتر شنطه مريحه وعمليه جدا، علشان بصوا هي بتبقى متينه كده وقويه، وبحسها يعني من اكتر الشنط المشهوره عموما اللي انا بشوفها كتير. استخدامها الكبرى قولي له انا يا جماعه ما جبتش شنطه مدرسه مش عشان انا مش عايزه اجيب، انا كنت ناويه اجيب بس فضلت ادور الصراحه كتير جدا ومفيش شكل عجبني، لان انا السنه اللي فاتت هي الشنطه بتاعتي كانت جميله بس عايزه بقى اغير عن الستايل ده، فانا لقيت كل الشنط نفس الستايل بتاعتي القديمه اللي هي بتاعت السنه اللي فاتت، فلسه بدور، فاحتمال ان انا لسه اجيب شنطه واحتمال لا برضه، يعني على حسب. انا كنت عايزه اجيب حاجه اللي هي اللي انا عايزاها بالظبط، لو ما لقيتش اللي انا عايزاه خلاص يعني هستخدم بتاعت السنه اللي فاتت او بتاعت اي، عندي شنط كتير يعني دلوقتي. طبعا رينج الشنط بيتراوح من 300 وفي 500 في 800 في 1000 وانتوا طالعين، يعني هو بدايه الشنط عموما من 300 وانتوا طالعين بقى، فده الرينج لو حد عايزه فيه كل الاشكال ما عدا الشكل اللي هبه عايزاه. ان شاء الله لو هي جابت هتبقى توريكم. دلوقتي مدرسه يعني شوزات. انت بقى جايبه شوزات معانا؟ انا بقى لقيتهم بيجيبوا فقلت اما اجيب، يعني هي جت عليا يعني. اول حاجه ده الكوتشي بتاع مصطفى، كوتشي شكله تحفه جدا يعني عجبني قوي شكله، وبصوا من تحت لونه كده اسود، فبجد شكله عسول، وكوتشي طبعا جديد لونه ابيض، ما جبناش اللون الابيض ده قبل كده، ده لون نادر قوي، فلا طبعا هي بتهزر، احنا كل سنه وكل عيد وكل مدرسه لازم نجيب كوتشيات بيضاء لان هي احلى حاجه ومريحه يعني. ده الكوتشي اللي انا جبته وانا مش رايحه المدرسه. ايدي اتفتحت، يلا الحمد لله. انت بتقفري ليه يا ايه؟ فين وريني يا ايه كده الفتحه اهي اتفتحت والله، بس عادي عادي كوتشي ابيض اول سنه اجيبه في حياتي كلها، وحتى شكله جديد اهي. بصوا هو ما فيهوش اي حاجه خالص، ده كده شكله هادي وبسيط، ده بقى للمشاوير والحاجات اللي زي كده، فبرده حلو ينفعني، هم بالمره بيجيبوا فقلت اما اجيب معاك. طبعا انتوا لو انتوا مستغربين ليه يا ايه مش يعني اللي هو انت ما انت ممكن تنزلي دروس او كده، ايه كل دروسها اونلاين يا جماعه، فهي حتى الكوتشي ده هي مش هتعمل بيه حاجه غير بس عادي يعني، هي جايباه من باب اللي هو ايه الاجواء، فاهمين؟ قلت احس بالجو ده، انا كنت عايزه اجيب لانش بوكس والله، بس قلت بقى خلاص مش تصدقي واحنا بنجيب الحاجه انا كنت بفكر اجيب لك لانش بوكس تصحي الصبح تعملي فيها افطاري، انا هاكل في اطباقنا عادي. المهم ده الكوتشي بتاعي الجديد انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا وانا بقيس الكوتشي ده في يعني في المحل اللي انا اشتريت منه، انا قلعت واحد شبهه ولبست ده هو بالظبط، بس ده جديد بقى يعني، ده لونه ابيض ناصع البياض بس. نيجي بقى للادوات اللي محدش بيختلف عليها، لان الحاجات دي اذواق وكده، انما الحاجات دي بجد ان شاء الله هتعجبكم جدا، وهي دي الموجوده دلوقتي، فيلا بينا بقى نوريكم احنا جبنا ايه. اول حاجه ابتدي لهم بكشاكيل الثانويه العامه. بلاش كلمه الثانويه العامه كتير، كشاكيل، ما انا جبت زي ما بجيب اي سنه، زي ما الثانويه العامه اي اول لما حد بيقول قدام الثانويه العامه بتتضايق. المهم جبت دول 6 كشاكيل، كل 3 مع بعض كانوا في باكت لوحدهم، فدي كانت بالنسبه لي صفقه كشاكيل حلوه جدا جدا. اول حاجه ده عليه مارشميلو كده شكله لذيذ قوي. الكشاكيل دي عموما 100 ورقه تقريبا صح؟ دي 100 ورقه سلك، الورق بتاعها من جوه حلو جدا، اشكالها كمان بنوتي وكيوت قوي. بصوا ده شكلها، واحلى حاجه ان هي مكتوب عليها بالعربي، لان نادرا لما بلاقي حاجات كده مكتوب عليها بالعربي بحس فيها بالانتماء كده. في دول، وفي ده طبعا احلى كشكول فيهم فلسطين، طبعا ربنا ينصرهم يا رب. يعني الكشكول ده اصلا هو كان جوه الكشاكيل، يعني هم كانوا 3 مغلفين، فانا فتحت اتفاجئت بيه بصراحه عجبني قوي. وفي ده
اخر واحد. كلهم صراحه شكلهم حلو جدا جدا. شكلهم شيك. البراند دي اسمها الاديب، علشان هتلاقوها عامل بجد كشاكيل كتير قوي وحلوه قوي. ومن نفس البراند برده بتاعت كشاكيل ايه اللي هي الاديب. انا عامه مش باخد بالي من البراندات، بس عشان هي بجد بتعمل حاجات مميزه فخدت بالي منها. بصوا جبت دول ده 60 ورقه، 60 ورقه بس مش سلك. مش سلك، كشاكيل كده عاديه بجد شكلهم حلو قوي قوي، ينفعوني في المدرسه او في المذاكره عموما. وبصوا شكلهم تحفه، ومن جوه الله كشاكيل متحمسه يا جماعه. كشاكيل اهي حلو قوي. ده اكتر شكل عجبني، ده شكله حلو قوي. جبت منهم 3، يعني انا لسه هرتب بقى كل حاجه هعمل بيها ايه، بس دول انا مخططه عموما ان هما للمدرسه يعني في الاغلب. وبالنسبه بقى للكشاكيل اللي هي العاديه، بصوا احنا جبنا مجموعه من الكشاكيل دول، احنا جبناهم للمدرسه. الدسته اللي هي بيكون فيها 80 ورقه، الكراسه الواحده بتكون 80 ورقه، الدسته فيها 5 كراريس. جبنا منهم 3 اهم. دول من النوع اللي هما بيبقوا كبار من جوه. دي برده كشاكيل بس 60 ورقه فاصغر شويه، فهتلاقوا مكتوب فيها اللي هي موضوع الدرس دي بنجيبها في الاغلب للحل الشخبطه كده الكتير، فاهمين يعني؟ تبقى انما دي بتبقى منظمه وبيضه كده والصفحه كبيره. بصوا دي من كده الفرق. اوكي دول دستتين ودول 3 عشان بنستخدم اسمهم ايه؟ دستتين. انا خدت بالك صح؟ انا قلت دستتين. ماشي تمام. جبت الكشكولين دول سلك، حسيت ان هو واحد فيهم للكيمياء وواحد فيهم للفيزياء، انا حسيتها كده. استنوا اوريكم ايه بقى يا جماعه، لاول مره هتاخد كيمياء وفيزياء في حياتك، فادعوا لها بقى. كانت بتوع العلوم المتكامله. ده كيوت قوي. عجبوني صح؟ اهو. ليه هتسالوني ليه انت منوعه قوي في الكشكول؟ اللي هو كشكول مش عارفه شكله ايه وكشكول شكله مش عارفه، بس انا بحس ان كل ماده بيبقى لاقي عليها كشكول هو معين ليها. انا بعدين هبه بتنزل، انتوا مش عارفين هبه في الشارع عامله ازاي. هبه بتنزل مش بتدور على الكشاكيل، بتدور على رسومات للكشاكيل. يعني ممكن يبقى كشاكيل عايز تقول لك لا الرسمه دي مش عاجباني نجيب من حد كده. طب ما ده الطبيعي يعني. لا ده مش ده الطبيعي ولا ايه؟ ما احنا بنكتب في المحتوى اللي جوه. المهم انا اصلا حتى يعني مش اللي هو ان انا نسيت كنت اقول ايه. المهم ده الكشكول اللي انا جبته، ده كشكول الرياضه، ده معروفه يعني. انا وانا بجيبه انا عارفه ان ده كشكول الرياضه، ليه ما اعرفش، بس بحس ان كشكول الرياضه لازم يبقى مميز كده وفخم. وما جبتوش بقى ملون بقى الوان بقى اللي هي كده، كشكول رياضه بقى نتظبط رياضه، حسيت ان هو كده. طب تتحدثي عنه لان ده صديق هبه يعني. ده البلانر بتاع 2026 ان شاء الله. بصوا تحفه، انا لقيتهم كده اللي هو ايه الجمال ده. انا اصلا بنجذب قوي للحاجات دي، فبصوا اصلا شكله ازاي حلو مع اللي هو دي اللي بنقفلها بيه. وبصوا بنقفله بيها مش بنقفلها بيه اهو. بصوا وده شكله من ورا، والصفح بتاعته من جوه كالعاده ساده خالص زي ما انا بحب بالظبط. فبيفكرني كده بواحد انا جبته من 2 سنين بالظبط، اللي هو كان لونه ازرق اللي هو كان عليه كواكب، فشكل ده هيكون المفضل الجديد. وبعدين ده بصوا مقوى كده مش زي الكشاكيل العاديه خالص يعني. انا ده بجيبه عشان اعمل فيه بلانر يعني، ده مش للمذاكره. خلوني اكمل لكم الكوليكشن بتاع الصوص الاسود لاني معجبه بيه جدا. احنا جبنا له شنطه لونها اسود وجبنا له بقى حاجات ثانيه لونها اسود، مش علشان حاجه بس حسيت بقى اخويا بقى في اولى اعدادي بقى، فيعني عموما مصطفى مش من النوع اللي هو انا عايز كذا، ولو ما لقيتوش مصطفى من النوع اللي هو بيرضى باي حاجه عادي، فقالوا لنا جيبوا على ذوقكم عادي، فهي دي احلى حاجه مريحه، وانا كمان كذلك، فانا بجيب عادي اي حاجه. فهبه جات لنا بالكوليكشن ده وبصراحه هو عجبنا كلنا جدا جدا. اللانش بوكس لونها اسود، وهي مش اسود، هي يعني فاضي شويه عن الصوره اللي هي تخوف يعني. بصوا شكلها ازاي حلو، ومن جوه هي متقسمه. لا مش متقسمه، ده شكلها من جوه علبه كده عسوله وعاديه، فعجبني جدا لونها، وكمان عشان لما لقيت الازازه نفس الشكل فعجبني الموضوع. والمقلمه ده اسمه ايه ده سوبرمان ولا ايه؟ سوبرمان. مقلمه عسوله قوي. بصوا هي كده ادي السوسته دي اللي هي بيبقى جواها، ممكن تشيليها عشان يشوفوها اهي، وفي اللي هي الجيب اللي بره. واحنا برضو من نفس الحاجه جبنا نفس المقالم يعني من نفس الاشكال. انا جبت اللي هو اللون ده، وهي جبت. انت قررتي هتاخدي انهي لون صح؟ انا اكيد هاخد البينك لان السنه اللي فاتت مقلمتي كانت موف وهي راحت جابت مقلمه موف تاني. دي المقلمه خلاص بقت المقلمه بتاعتي، لسه مقررين دلوقتي حالا افتحها لكم. هو عموما واحنا بنجيبهم ما لقيناش غير يعني دي احلى الوان عجبتنا، الالوان التانيه ما كانتش عجبانا، كان اخضر وحاجات غريبه كده، فجبنا بنفسجي تاني كنا جايبينها السنه اللي فاتت، فانا اكيد مش هاخدها تاني، انا خدت بقى بنفسجي مره. انا لما رجعت البيت انا ادركت اللي هو انا ازاي في ثانيه ثانوي وجايبه المقلمه دي، بس عادي يعني، دي الطفله اللي جوايا هي اللي جابت. نفس بتاعت صاصه لونها حلو وبينكي باي، معرفش مين دي، عسوله قوي. احنا كان عندنا من البتاع ده من الحصانه اللعبه نفسها. ما وريتكوش اللانش بوكس والازازه بتاعته.
اوريكم اللانش بوكس بتاعتي، وانا كمان جايبه حاجات هقول لكم انا هعمل ايه. بصوا اول حاجه خالص دي اللانش بوكس بتاعتي. اللانش بوكس هو واحده كبيره وعاقله بقى، بلاش شغل بقى البومه بقى والارنب والحاجات بقى اللي هي دي، ماشي. بصوا شكلها تحفه. واللي مش عارف بس البومه والارنب دول كانوا لسه السنه اللي فاتت، ما كملناش سنه اساسا، بس يلا الحمد لله. انا كانت اللانش بوكس بتاعتي بومه، وايه كان اللانش بوكس بتاعها ارنب، وبنفتخر وبنقول بكل فخر. فبصوا جبت كمان العلبتين دول جنب اللانش بوكس، جبت دي العسوله دي ودي. ليه؟ انتوا فاكرين السنه اللي فاتت لما كنا بنعمل فيديو روتين اول يوم مدرسه قلنا لكم اللانش بوكس اللي مش متقسم بيبقى في ازمه بقى ان انتوا لو عايزين تاخدوا معاكم حاجه او كده؟ كنت واخده الخيار في كيس جوه اللانش بوكس، فأنا معرفش الحاجات دي كانت فين ساعتها. فانا بقى يعني لما بيكون الحاجه بتاعتي بشغل بقى دماغي قوي. عسل. فانا قلت ليه ما اجيبش علب كده صغيره، ان انا لو انا عايزه اخد حاجه معايا احطها جوه العلب دي واحطها جوه اللانش بوكس مع السندوتشات عادي. فبصوا، او حتى مش جوه اللانش بوكس، لان كده لما هنحطها جوه اللانش بوكس اصلا مش هتلاقي مكان تحط فيه السندوتش. مش شرط على فكره ان انا اخد حاجتين، يعني ما انا ممكن اخد حاجه واحده كده. انت هي بتتكلم صح، يعني انا ايه بتتكلم صح. هاخد البيت وانزل اخد الثلاجه معايا في اللانش بوكس، هما جايبه 2 ليله علشان لو عوزت مره اخد الثلاجه، يعني يبقى في 2. وجبت كمان الازازه دي. خلي بالكم من الدماغ ان هي جايبه اللانش بوكس لوحدها والعلب الصغننه دي لوحدها والازازه لوحدها، فهي اللي منسقه الالوان دي كلها مع بعض. انا منبهره بصراحه منبهرة. هو انا ما لقيتش نفس اللون ده بالظبط، بس يعني عدوها. يلا كويس كويس. الحماس بقى والحاجات التحفه دي بقى، الحاجات دي اللي اصلا اللي بتحمسني بقى ان انا اقعد واذاكر بقى. اول حاجه الاقلام الملونه. شوفي انت اقلامك. اول حاجه معانا اقلام جاف ملونه. انا ومصطفى بنحب نكتب بدول. دول يا جماعه اللي مش عارفهم، دي الالوان الجليتر بتاعت زمان قوي لما كنا بنستخدمها واحنا في ابتدائي اهي. يعني ايه الوان جليتر؟ ان هي ما بتكتبش جاف كده عادي، بيبقى فيها لمعه كده شكلها تحفه قوي وفيها الوان كتيره ومبهجه كده وشكلها حلو. فانا جبت دي استرجعت بيها ذكريات ابتدائي، فجبت لي 12 لون. وصاصه حباها جدا من السنه اللي فاتت كنا جايبينها برده، فجبنا له 6 الوان دول. وانا جبت اللي هي العاديه. انا بحب الجليتر برده والله، بس انا بحب دي اكتر وبحسها عمليه اكتر في الكتابه وسريعه، فجبت دول اللي هم من بريما. وجبنا هايلايتر، احنا كل سنه بنجيب ده ومتعلقين بيه جدا، فطبعا جبناه اللي هو روتو لا غنى عنه. ولقينا بصوا ايه النوع التاني ده بقى من الهايلايتر، احلى بالنسبه لي شويه من ده بصراحه، فشكله مبهج كده. دي الالوان بتاعته الاول اهي كده، وده كده شكلها من جوه اهي زي الهايلايتر بالظبط، بس الميزه ان هي مش عريضه قوي، هي رفيعه اكتر من الهايلايتر شويه، بس عموما الوانها حلوه وجديده، يعني اللي هي الالوان الباستيل. واحلى حاجه ان هي فعلا ممكن تتحط منها كميه مثلا في المقلمه، لان دي يعني دي لما تتحط في مقلمه هي المقلمه خلصت بجد، فدي بالنسبه لي احلى شويه. ولقيت ان الستيكي نوتس دول بصوا بيكون فيهم كذا واحده في نفس الايه البتاعه اللي هي الورقه او الباكت. نفس الباكت، كلمه انقى، نفس الباكت بيكون فيه كذا واحده. فبصوا بجد شكلهم حلو ازاي، كلهم بيكونوا كده من نفس الالوان. وكذا ستيكي نوت، ثانيه اشيل لكم دي عشان تشوفوا كمان، كذا ستيكي نوت مع بعض، فاللي هو انتم مش محتاجين بقى تجيبوا كذا واحده، هي دي كده مره واحده. دلوقتي بقى مع احلى حاجه جت وهي الفواصل. احنا كل سنه بنجيب الفواصل اللي هي الشفافه الصغننه دي، بصوا الحلاوه والكاتة. ممكن تستخدموهم كستيكي نوتس كمان على فكره، يعني مش شرط ان هم يكونوا فواصل بس هم شكلهم حلو قوي قوي قوي. انا قلبهم ولا كده عبلهم ولا عبلهم. ايه كمان جبنا بقى الستيكي نوتس اللي هم العاديين دول برضو بالالوان اللي هي الباستيل. فبصوا لما بحط دول لما بحط دول جنب بعض ما يحصلش حاجه، لما بحط دول جنب بعض بيبقى شكلهم حلو قوي. الالوان الهاديه دي بتبقى تحفه جدا. فدي فيها 4 يعني كل واحده منفصله. فبصوا هما بيكونوا كده، ده حجمهم صغيرين كده وعساسين وكل واحده لوحدها. دلوقتي بقى التيكت اللي احنا بنحطه على الكراريس والحاجات دي، ده الشكل التقليدي العادي اهو، اللي هو اللي عليه الكرتون وكده. وده اللي انا اتفاجئت بيه جدا، يعني اول مره اشوفه في حياتي تقريبا. ده بقى بتاع الناس العاقله، الناس الرزينه بقى اللي هي مش عايزه كرتون وكده، فبيحطوا التيكت كده مكتوبه عليها طوابع اسماء، اذا مكتوبه من هنا ومن هنا طوابع اسماء بتحطوها كده وتكتبوا عليها الاسم بقى والبيانات وكده. فالاثنين بصراحه برده حلوين قوي. وجبنا الالوان الخشب دي علشان مصطفى، احنا اوريدي عندنا الوان خشب بس قلنا نجيب رصاصه. دي الماركه دي انا اول مره اشوفها، بس الصراحه جربتها هناك وعجبني يعني التلوين بتاعها، فهي حلوه جدا. وشويه تشكيله بقى حاجات بقى ايه، ادوات بقى دراسيه. دي الحاجات الاساسيه بالنسبه لي بصراحه، اللي هي الحاجات المهمه يعني. لا غنى عنها يعني. اول حاجه اوريهم ده اساس اي طالب في بيت مصري. الاقلام الروتو دي هتلاقوها مع اي طالب مصري اصلا. بصوا يا جماعه، هي احنا جبنا منها 3 دست، الدسته بيكون فيها 12 قلم. ما تحسوش ان احنا مقفرين، لان الاقلام دي احنا بنشربها، هي معانا السنه كلها عموما، ترم اول ترم تاني خلص ونجيب غيرهم ما علينا. بس بجد احنا السنه اللي فاتت حسينا تقريبا كنا جايبين 2، فقلنا لا الثالثه هي اللي كانت هتسد معانا العدد، هي الثالثه دي بس اللي مهمه اهو، علشان اللي هو ان احنا طول السنه ما نقولش احنا عايزين قلم، احنا خلاص عندنا الاقلام بتاعتنا قلم يخلص ناخد قلم على طول من الدرج، فدي بتبقى حاجه حلوه.
ومصطفى ليه نوع خاص كده من الاقلام هو بيحب يكتب بيه شويه اكتر من روتو، فجبناه له برده ده اللي هو القلم بريما، بيبقى الخط بتاعه ادخل شويه فجبنا له منه 3. الاقلام كتير. وجبنا بقى مجموعه اقلام اخضر واحمر واسود برضو من روتو، علشان دول بنحب نكتب بيهم، بس دول ما جبناش منهم ديسك، اعتقد اصلا ما فيش منهم ديسك، يعني احنا بنحب بس ان احنا نستخدم منهم حاجه بسيطه كده، عنوان مش عارفه ايه، فبيكونوا برضو مهمين قوي. وجبنا 3 اقلام رصاص، احنا بنحب الرصاص العادي مش السنون فجبنا دول. وجبنا 3 اساتيك حاجات بقى عاديه و3 بريات. وجبنا 3 كوريكتور. الكوريكتور ده لما بنكتب وحاجه غلط كتير حاجه غلط بنعمل بيه. وجبنا بقى كمان مسطرتين، احنا جبنا لهم دول، انا جبت لهم دول اللي هم 20 سم لايه وصفه. الباشمهندسه جابت دي. تتريق عليا؟ لا والله مش بتريق بجد، انا حاسه اللي هو ان انا اصلا هي مش فاكره ان تانية سنه فيها حاجه محتاجه المسطره دي كلها، بس ربنا محتاجه مسطره 30 سم. ربنا يوفقك ربنا يوفقك. حاسه اللي هو ان المفروض ان انا ايه اشيلها كده مع معدتي، يعني دي مش لا مسطره هندسه ما بتبقاش صغننه كده، يعني مش لسه كنت مهندسه من شويه؟ دي نونو يعني مهندسه ميني مهندسه ودول الكوتي بتوعها. وجبنا جلو ستيك ده يعني ساعات بينفع في حاجات المدرسه والانشطه والحاجات دي. وجبنا الصلصال الفومي، انا اتصدمت من سعره عندنا في الفجاله، يعني احنا على طول بنجيبه من المكاتب اللي جنبنا، كنت جايباه اخر مره مثلا دي كانت ب 45 جنيه، بس ده يا جماعه لقيته بيتباع ب 20 جنيه، انتوا متخيلين؟ شايفين؟ ده صدمه، ده بجد فظيع. والصغير حجم اصغر. الصغير منه كان ب 15 جنيه، انا مش عارفه انا ليه ما جبتش 2 يعني عموما، بس اصلا كنت لسه جايبه فكان عندي، فانا يعني جبت دول الصراحه علشان سعرهم عجبني جدا. ودول بينفعوا جدا في حاجات كتير بقى، وانتوا بتزينوا بقى المكتب، تعملوا بقى انشطه، تعملوا اي حاجه، الصراحه الصلصال الفومي بيبقى تحفه. جبنا ورق فلوسكات، ده اهم حاجه في السنه كلها، بس هو مش مهم انا قوي بالنسبه لي، او ممكن اعمل فيه ملخصات او حاجه، بس في امتحانات الشهر ده بينفع جدا، لان في مدارس ممكن ما يبقاش بالتابلت، ممكن يبقى ورقي، فده بتاخدوه معاكم تمتحنوا فيه، او حتى المواد اللي ما بتضافش للمجموع العملي. مش شرط لو انتوا بتمتحنوا ورقي، يعني انا على التابلت الامتحان بيكون قدامي ولازم قدامي ورق احل فيه. يعني بدل ما تاخدوا كراريس وكده. فما بحبش اجيب كراسه مثلا يكون مكتوب فيها فحد يقول لي ايه ده مكتوب فيها، لا اجيب الورق بتاعي ان هو يبقى فاضي وجاهز. ايوه وكمان بينفع في امتحانات اخر السنه، التابلت قدامنا كده عليه الاسئله ودول قدامنا نحل فيهم، بس اهم حاجه طبعا ندخل بيهم فاضيين عشان ما حدش يتكلم معانا. دي بقى شويه حاجات كده، يعني هي هبه بتجيب على سنها ادوات مدرسه في الخباثه، بس هي اصلا في الحياه مش ادوات مدرسه. دي شرابات عادي عشان لازم مدرسه يعني شرابات، فاهو طبعا. لا مش دي، انا بتكلم عن ماشي سيبي دول دلوقتي. دي شرابات، جبت شرابات كيوت وعسوله جدا، بصوا لونهم اصلا حلو ازاي، وجبنا اختيار الالوان، وجبنا الشرابات دي لصاص. ماشي. الوان اكليريك. اتفضلي اشرحي. جايه في دخلة المدارس واتحمس بقى والحماس يجيلي، فجبت الوان اكليريك علشان عادي جدا لما اخلص اللي ورايا اقعد ارسم. يعني المهم ما لقيتش لون ابيض للاسف، انا جبت الالوان الاساسيه وما لقيتش لون ابيض، بيبقى ناقص في السوق، فجبت الازرق والاصفر والاحمر، كنت اقول عليها اخضر، الازرق والاصفر والاحمر، دول الثلاث الوان الاساسيه اللي ممكن اطلع منهم اي الوان، وكان المفروض اجيب اسود. ما جبتش اسود. ده انت عسل. انا عسل ما شاء الله. هبقى اجيب الاسود مع الابيض بقى بعد كده، بس من مكتبه ثانيه، لان مكتبات الفجاله عشان بيبقى فيه زحمه عليها فالابيض بيبقى خلصان دايما. وجبت دول ايه بقى، يعني هعمل لكم ان شاء الله بيهم حاجه كده للمكتب، يعني كانت في دماغي. دي بتفكرني بدكتور الاسنان زمان لما بيكشف علينا كان يحط لنا واحده كده، مش شرط دكتور السنان ده بيبقى مع دكتور الاطفال. انا معلش بس عشان دي كانها دكتور الاسنان، دي كانها عواد ايس كريم. انا حاسه ان في الاخر من ورايا هتروح تعمل لنا بيهم ايس كريم مانجا. بس كده احنا كده مش ناسيين اي حاجه. لا خلاص كده خلصنا. وبهكذا مفيش حاجه اسمها وبهكذا، وهكذا وبهذا قد نكون وريناكم على مشتريات المدرسه. ان شاء الله سنه سعيده، وقولوا لنا رايكم في الحاجه، وقولوا لنا ايه الحاجات اللي هتجيبوا زيها وايه الحاجات اللي انتم مش هتجيبوا زيها، قولوا لنا بقى كده هتجيبوا ايه، واتكلموا معانا في الكومنتات. عموما الحاجات دي عشان نبقى متفقين، الحاجات دي لو حد في ابتدائي، لو حد في اعدادي، لو حد في ثانوي، الحاجات دي كده كده يعني منفعه للجميع. اوكي، فاي حد عايز ياخد افكار من اي حاجه ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. فبس كده ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك للفيديو، وبس باي.